سألني أحد الإخوة عن الفرق بين الحمد والشكر وكيف نكون شاكرين. والحقيقة أن الجواب عن السؤال على وجه التمام يحتاج محاضرة ثانية، لكني أجيب باختصار. الحمد والشكر ذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن جرير الطبري إمام المفسرين إلى أنهما بمعنى واحد، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن بينهما فرقا، فالحمد أعم من الشكر من جهة ما يقع عليه، فالحمد لله على كل حال. الحمد لله على النعماء، والحمد لله على البلواء، الحمد لله على كل حال. والحمد هو الثناء على الله مع محبته وتعظيمه، الثناء على الله مع محبته وتعظيمه. أما الشكر فلا يكون إلا على النعمة، الشكر لا يكون إلا على النعمة، ومن هنا الحمد أعم من الشكر من جهة ما يقع عليه، والشكر أعم من الحمد من جهة ما يقع به، لأن الحمد يقع باللسان، الحمد يقع باللسان، ثناء باللسان. أما الشكر فيقع بالقلب وباللسان وبالعمل. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبا. ومعنى ذلك أن يعتقد الإنسان بقلبه أن النعمة من الله سبحانه وتعالى، وأن يثني على الله بلسانه بهذه النعمة، وأن يستعمل نعمة الله في طاعة الله، وأن يمتنع عن استعمالها في معصية الله. وهذا معنى قول الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الشكر بالعمل صعب، وقل من يعمل به، فجواب كيف أكون شكورا: املأ قلبك يقينا أنه ما من نعمة بك إلا وهي من الله، والله ما نلتها بشرف، والله ما نلتها بحسب، والله ما نلتها بذكاء، إنما نلتها من الله. املأ قلبك يقينا، إياك أن تغتر بنفسك، إياك أن تغتر بذكائك، كن على يقين أن النعمة من الله. املأ قلبك يقينا أن هذه النعم، هؤلاء الأولاد، هذه الأموال، هذه النجاحات، إنما هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. وأثني على الله بهذه النعم بلسانك، وتحدث بنعم الله عليك بأن تثني على الله بهذه النعم بلسانك. ثم الأمر الصعب الذي يجب أن نجاهد أنفسنا فيه: أن لا نستعمل نعمة الله في معصية الله. هذه العين أنعم بها الله عليك، والله لو اجتمع الأطباء جميعا ما استطاعوا أن يردوا لك نعمة البصر لو أخذها الله. استحي من الله أن تستعملها في معصية الله. كيف يعطيك الله النعمة ويقول لك لا تفعل وأن تقول إلا أفعل؟ هذا اللسان الذي لا تدري كيف يتحرك، كيف تخرج هذه الحروف، نعمة من الله، لا تستعمله في معصية الله، اجعله دائما في طاعة الله أو في أمر مباح. هذه الأذن نعمة من الله، لا تسمع بها
ما يغضب الله، استمع بها ما يرضي الله، اجعلها في طاعة الله، استمع القرآن، استمع الذكر، استمع الخير، وهكذا في سائر النعم. وهنا قليل من العباد الشكور. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الصابرين الشاكرين. اللهم اجعلنا يا ربنا من الصابرين الشاكرين، اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين.